ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، في خضم هذه الأحداث ومع هذه التغيرات التي تشهدها الساحة في بلاد الشام، ولا سيما أيها الإخوة بعد الانتفاضة الكبرى في مدينة السويداء التي خرجت اليوم هاتفة في سواحيها ونواديها بأعلى صوتها وصوت واحد: الشعب يريد إسقاط النظام. خرجت السويداء الآن وفي هذه الساعة عن بكرة أبيها، صغيرها مع كبيرها، ذكرها مع أنثاها، هاتفة بأعلى صوتها: الشعب يريد إسقاط النظام. ونحن أيها الإخوة منذ عام 2011 نهتف في سواحينا ونوادينا غير مغيرين لمطالبنا وأهدافنا: الشعب يريد إسقاط النظام. منذ 2011 وهذا صوتنا يصدح في الساحات والنوادي وعلى الجبهات وفي المعارك: الشعب يريد أن يسقط النظام، أن يخلع هذه التهمة الفاسدة التي أهلكت الحرث والنسل وعاثت في الأرض فسادا. وهذه الثورة التي بدأناها وخرجنا من أول يوم هاتفين بها: لن نركع إلا لله ولن نحيد عن مطالبنا. هذه الثورة ثورة حق، والحق لا يموت. وهذه ثورة خرجنا بها لله، وحاشا لله أن يخذل من خرج له هاتفا لله ولرسوله وناصرا للإسلام والمسلمين. واليوم أقول من هنا أننا في إدلب العز مع كل من وقف ضد هذا النظام. نحن اليوم
مع كل من وقف ضد الفساد والمفسدين وضد الظلم والظالمين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف قبل الإسلام وقبل البعثة مع كفار قريش ضد الظلم والظالمين. قال صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت قبل الإسلام في دار عبد الله بن جدعان حلفا، وهذا يسمى بحلف الفضول، شهده النبي صلى الله عليه وسلم نصرة للمظلوم وردا لحقوقه. قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت لمثله لأجبت، أي لو دعيت في الإسلام إلى مثل حلف عبد الله بن جدعان لأجبت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن كأهل السنة والجماعة ينبغي علينا أن نضع لأنفسنا ضوابط، وأن نضع لأنفسنا حدودا، هذه الحدود حدها الله ورسوله، لا ينبغي للإنسان أن يتجاوزها أبدا. أول ضابط، وأسأل الله أن يفرج عنا وأن يسقط هذا النظام عاجلا غير آجل، ويعيدنا إلى بلادنا وأوطاننا وديارنا سالمين غانمين منصوري الرأس ومرفوعي الرأس مكبرين ومهللين ومعظمين الله رب العالمين. الضابط الأول: المسلم لا يعلق قلبه إلا بالله. المسلم لا يعلق قلبه إلا بالله ويأخذ بالأسباب. المسلم يعلق قلبه بالله ويتوكل على الله ويأخذ بالأسباب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإن من اعتمد على الله من غير الأسباب فإنه لا ينصر. من اعتمد على غير الله من غير أن يأخذ بالأسباب فإنه لا ينصر ويخذل. أو يستطيع أحد منكم أن يجلس في بيته متوكلا ومعتمدا على الله وينتظر الطعام إلى أن يأتي إلى فمه؟ لا، ينبغي أن يسعى في الأسباب ويأخذ بها. ونحن في هذه الثورة ينبغي أن نأخذ بكل سبب يوصل إلى الله وإلى إسقاط هذا النظام وإلى إعلاء كلمة الله رب العالمين في هذه البلاد، ولا نعلق أنفسنا بالأسباب ولا بالسويداء ولا بأنفسنا ولا بأي أحد. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. لربما بعد قليل تخرج كل مناطق النظام ضد النظام، فلا ينبغي للإنسان أن يعلق نفسه بهم. هم أسباب لسقوط النظام ولعودتنا ولأن يحكم الله إذا عدنا، وأن يحاسب كل واحد منا من فعل وفعل عند النظام. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. هذا الأمر الأول، أن نعلق قلوبنا بالله رب العالمين، وأن لا نترك الأسباب المؤدية والموصلة إلى الله. الأمر الثاني هو أن يكون عند المسلم حدود لا يتعداها وضوابط لا يتجاوزها أبدا. من هذه الحدود أن الإسلام ما جعل أخا لك إلا من شهد بالله ربه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يعني لو خرج الآن النصراني ضد النظام لا ينبغي لأحد أن يقول أنه أخ لي. هذه الثورة لها ضوابط، والجهاد له شروط وضوابط وموانع وأشياء لا ينبغي للإنسان أن يتعداها ويتجاوزها.
والدرزي ليس أخ لي، والسويدي الدرزي ليس أخا لي، إنما هو خرج ضد النظام. اشتركت أنا وإياه بنفس الهدف مع اختلاف في النيات وما في القلوب. إذن ضوابط لا ينبغي للإنسان أن يتعداها، ومن هذه الضوابط ضوابط الولاء والبراء. وإذا هتف كل أهل الأرض ضد النظام، فهذا لا يعني أن أدخل حبهم إلى قلبي، فإن الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. إذن ينبغي على المسلم أن يكون عنده عقيدة الولاء والبراء، وعقيدة الولاء والبراء أن تحب أهل الإيمان على قدر إيمانهم، وأن تبغض الكفار والمشركين والحائدين عن طريق الله رب العالمين بغضا مطلقا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والضابط والأمر الثالث الذي أود أن أتكلم به في هذه الجمعة، التي أسأل الله أن تكون فاتحة خير، وفاتحة عودة إلى بلادنا، وفاتحة خروج وطرد للطغيان والظلم من بلاد الشام، وإعلاء لكلمة الله رب العالمين. الأمر الثالث وهو أن المسلم ينبغي عليه أن يمتثل أوامر الله رب العالمين، وأن ينزل الناس منازلهم، وأن لا يثور ثورة واحدة، وأن لا يكون عميا دائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة قال: هو في النار. عن الرجل يقاتل حمية في النار. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن نحن خرجنا في سبيل الله، ما خرجنا من أجل قوميات، ولا من أجل وطنيات، ولا من أجل أن نرفع أعلى فتات الدين لله والوطن للجميع، وأن نفصل الدين عن الدولة، وأن نأخذ بمبادئ العلمانية. فنحن خرجنا لتكون كلمة الله هي العليا. وإذا أردنا أن نغير مسارنا فلا خير فينا والله، ولا خير في أحد يخون دماء الشهداء الذين كبروا وهم يقاتلون النظام النصيري، والذين خرجوا وهم يقولون: لا إله إلا الله، الدين لله، إن الحكم إلا لله. أن نخون دماءهم وأن نقول بعد أيام المسلم والمسيحي والدرزي والعلوي أخوة وهم خرجوا ضد النظام. لا، يا ما هكذا تورد الإبل يا سعد، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد الإبل يا سعد. كل طائفة وكل فرقة لها أهداف تسعى لنيل أهدافها. منهم من يريد أن يأكل، ومنهم من يريد أن ينتشر مذهبه، ومنهم من يريد أن يعيش الحرية بمفهومه الخاطئ، والإسلام لا يقيد الحريات، وإنما الإسلام يضبط الإنسان وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يريد أن يعيش حرية مطلقة، يزني من غير أن يحاسبه أحد، يسرق من غير أن يحاسبه أحد، يسب الأديان والله عز وجل من غير أن يحاسبه أحد. ما هكذا الحرية، وما هكذا تورد الإبل يا سعد. إذن نحن في هذه الجمعة نؤكد أيها الإخوة على مطالب ثورتنا وعلى مبادئها، وأن نعلق قلوبنا بالله رب العالمين، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهلك بشار الآن، وأن يخلصنا من حكمه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهلكه وأن يجعله آية للطغاة المجرمين بعده. وأقول لبشار: إن يومك قريب، وإن الساعة التي يسحقك بها المجاهدون قريبة، وإن الساعة التي يقتص فيها المظلوم من ظالمه آتية لا محالة، فإما في الدنيا
وإما في الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا الدين منصور، وهذه الثورة ثورة دين، وثورة مباركة، وثورة عز وكرامة. 11 سنة أو 12 سنة ونحن ننادي الله، ما غيرتنا الدنيا أبدا. قدمنا فريدات أكبادنا، هجرنا من بيوتنا، هدمت مساجدنا، انتهكت أعراضنا، فعل بنا لو فعل بجبل لدك إلى الأرض السابعة، ولكننا صامدون وثابتون على مبادئ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولن تحكم هذه البلاد إلا بشرع الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شاء من شاء وأبى من أبى، رفع من رفع وخفض من خفض، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله متم نوره ولو كره الكافرون. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل لنا في هلاك الطاغية بشار، وأن يعيدنا إلى ديارنا، وأن نحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهلك الله عز وجل كل متآمر على جهاد بلاد الشام وعلى مبادئ لا إله إلا الله، وكل من تخاذل عن نصرتنا، وكل من صفق لبشار، وكل من نبس ببنت كلمة الله. وأنا في هذه الجمعة عاب علي كثير من الناس أنني تكلمت عن البوط منذ جمع، وأنا أقول في هذه الجمعة لعنة الله على البوط. لماذا يا معتصم؟ ألا ترون أن السويداء قامت عن بكرة أبيها لأن رأسهم الديني قال لهم اخرجوا؟ ألم تروا أنهم خرجوا عن بكرة أبيهم لأن رؤوسهم الدينية وأصحابهم وإن كانوا على باطل قالوا لهم اخرجوا ولعنوا النظام واهتفوا ضده؟ لكن البوط أبى إلا أن يكون نعلا عند النصيرية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الحمد لله المحمود على كل لسان، المعبود في كل زمان، لا يشغله شان عن شان، جل إلهي عن الأشباه والنظائر والأعوان والأمثال، ليس كمثل الله مبدع في الأكوان. والصلاة والسلام على السراج المنير ورحمة رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحق كالشمس والباطل كالليل، الحق يبصره الجميع ولا يمكن له أن يختفئ. وهذه الثورة ثورة حق وستنتصر إن شاء الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. نريد مع الله أحد. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اللهم إنا نبرأ إليك من النظام، ونبرأ إليك من طاغية الشام بشار، وبكل من وقف معه وسانده وأيده ولو ببنت كلمة يا رب العالمين. وعليك اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بالحاقدين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالكفرة المجرمين، اللهم عليك بطاغية الشام بشار وجنوده. اللهم أهلكهم، اللهم رمل نساءهم ويتم أطفالهم ومزقهم كل ممزق يا ذا العزة والجبروت ويا ذا القوة والملكوت. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم في الإسلام غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا إله العالمين، يا إله المستضعفين، يا الله يا الله
يا الله. اللهم انتقم لمصاحفنا، وانتقم لمساجدنا، وانتقم لأحرارنا، وانتقم لبيوتنا، وانتقم لأعراضنا، وانتقم لمساجدنا، وانتقم لقلوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لهم قوة في السماء إلا أسقطتها، ولا قوة على الأرض إلا دمرتها، ولا قوة في البحر إلا غرقتها. ندعوك دعاء الغريق يا الله. يا رب عليك بطاغية الشام بشار. اللهم انتقم لأراملنا يا رب. اللهم انتقم لدمائنا يا رب. اللهم انتقم لأشلائنا التي مزقت في سبيلك يا رب، وإعلان لكلماتك يا قوي يا متين يا الله. نادي بقلبك يا الله، نادي بفؤادك يا الله، يا إله المستضعفين يا الله، يا ناصر المظلومين يا الله. إننا عبيدك وأبناء عبيدك يا رب العالمين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين، وكن لهم عونا ومعينا وحافظا وأمينا. اللهم مدهم بجنود من عندك يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يا رب العالمين. اللهم لا ترد أيدينا صفرا، وأجب دعاءنا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله وأقم الصلاة.